الآن نشاهد عبور أول سيارة قطرية عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط السعودية بقطر. كيف كانت إجراءات الدخول؟ والله إجراءات سهلة جدا. أولا نرحب بك، ما هو شعورك كثاني مواطن قطري يدخل إلى الأراضي السعودية بعد افتتاح معبر سلوى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الشعور طيب، اللهم لك الحمد. ما نقدر يعني نعبر عن الشعور، لكن اللي نقوله شعورنا نفس شعور اخواننا اللي استقبلونا بالحفاوة الطيبة والترحيب، الله يعطيهم العافية. عدد من المواطنين يتساءلون عن الإجراءات الصحية سواء بدخولك للسعودية وخروجك من قطر، ممكن توضح لنا وش أبرز الخطوات المطلوبة؟ المطلوبة احتراز وفحص طبي. كثير ناس ممكن يتساءلون عن الإجراءات الصحية المطلوبة، فحص ولا الحجر، ممكن توضح لبعض الناس اللي راغبين بالسفر ما بين قطر والسعودية؟ والله هذه إجراءات لازمة، يعني ما هي على منفذ أبو سمرة أو منفذ سلوى بالتحديد، هذه إجراءات بخصوص شوف هنا الأزمة. كان في ولد كان في اي والله من اخواننا اللي استقبلونا بالحفاوة الطيبة، الله يطول اعمارهم، هذه من عندهم، الله يعطيهم العافية.